عيدكم، هذا يوم عيدنا نحن أهل الإسلام، شرعه الله سبحانه وتعالى بحكم متعددة متكاثرة، منها أن الإنسان يفرح بعد أن أتم الله له نعمة الصيام وأن أدرك نعمة الشهر الفضيل وأتمه بطاعة وأتمه بإكمال هذه العبادة. فالله سبحانه وتعالى جعل إتمام هذه النعمة تستحق التكبير والتعظيم، ولذلك قال في محكم التنزيل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جعل التكبير بعد إتمام نعمة إتمام شهر رمضان، ولتكملوا العدة أي أتممتم صيام شهر رمضان، قال ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرا تعظيما له سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة أول ما نذكر بها أنفسنا في يوم عيدنا. شرع الله سبحانه وتعالى هذا العيد لنتذكر نحن أهل الإسلام أننا نبدأ فرحنا بذكر الله، وأن ذكر الله وأن عبادة الله مصاحبة لنا في كل أعمالنا، فلا نبدأ فرحنا بالغياب عن ذكر الله واللهو، لأن كل ما يحصل في حياة الإنسان إنما هو نعمة منه سبحانه. الأمر الآخر نتكلم عن رمضان، كيف كان حالك في رمضان؟ هل انتفعت بمدرسة رمضان؟ هل تغيرت في رمضان للأفضل؟ إن كان الجواب نعم فالحمد لله، قد أخذت بالحكمة الموضوعة في شهر رمضان، وهي أن تدخل مدرسة رمضان وشهر رمضان المبارك فتخرج منه وأنت أحب لله وأقرب زلفى بين يدي الله. هذه النعمة المطلوبة، بحيث كلما تقدم بك العمر كنت إلى الله أقرب وإليه أحب. هذا هو المطلوب من رمضان، فإن فعلت ذلك فاحمد الله واسأل الله الزيادة. وأما إن قصرت في رمضان فيا عبد الله، متى تجهز ليوم الرحيل؟ أنت ملاق ربك. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا اليوم الذي لا بد أن كل واحد منا سيحصل له. كل نفس ذائقة الموت، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فإن قصرت يا عبد الله فرب رمضان هو رب العام. احرص على عبادتك وتوب إلى الله، وكلنا مقصرون، لا يوجد منا أحد كامل، لكن العبد الفطن المؤمن الذي يرجع إلى الله يتوب إلى الله إذا قصر، يسأل الله سبحانه وتعالى الزيادة. الأمر الذي بعده، دعونا نتأمل بعض ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا العيد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره في فطره في يوم صيامه، في الصيام الواجب أو في الصيام النفل. وأيضا في المعنى في هذا الحديث فرحة عند فطره، أي بعد أن أتم شهر رمضان فجاء يوم العيد ففرح بفطره في يوم العيد. فرحة عند فطره. إذا الفرح مشروع في هذا العيد، هو يوم فرح. الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، في قراءة من قراءات العشر، وفي قراءة الأخرى فليفرحوا أي المؤمنون. فإذا هذا أمر من الله، فلتفرحوا، افرح بفضل الله. هذا عيد شرعه الله سبحانه وتعالى لنا أهل الإسلام. ننظر إلى الجزء الآخر من الحديث: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه الإشارة عند العلماء يبين لك كيف أنه قرن فرحتك عند ربك وفرحتك عند فطرك، أي أنك إذا فرحت بعبادتك وعند فطرك بعد أن اجتهدت في رمضان بصيامه وقيامه إماما واحتسابا ففرحت يوم العيد عند فطرك، فاعلم أن هذا الفرح سيقارنه فرح بإذن الله عند لقاء ربك، لأننا كلنا سنلقى ربنا.
فإذا فرحت بالعبادة وأتممت العبادة في دنياك ستفرح في آخرتك، فرحة عند فطرك وفرحة عند لقاء ربك. هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، نحن في يوم عيد يشرع فيه الفرح كما مر، ويشرع فيه التواصل بين المسلمين، وتشرع فيه صلة الأرحام، وتشرع فيه العبادات الصالحة. فمن كان منذ زمن لم يلقى أحدا من أرحامه أو بينه وبين أحد مشاحنة، فليأخذ هذا العيد فرصة للتواصل، فرصة للتراحم، فرصة للقاء، فرصة للسلام، فرصة للعفو والصفح. أيضا من الأمور في هذا العيد أن تعظيم العيد من صفات المؤمنين، لأن المؤمنين يعظمون شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي لا يفرح بالعيد، ينام عن الصلاة، ينام عن العيد، لا يذهب يفرح بعيده ويتواصل مع أرحامه وأقاربه، لم يعظم هذا العيد. فلنعظم هذا العيد بالفرح فيه وبالعمل الصالح فيه من التواصل بينه. قبل أن نختم نتذكر أن إخوانا لنا في دول الإسلام في ضيق وفي عسر وفي حرب، إخواننا في غزة وفي غيرها، فمع فرحنا لا ننسى إخواننا بالدعاء، لا ننسى إخواننا بالصدقة، لا ننسى إخواننا بالتواصل معهم بما نستطيع من دعاء وغيره. أيضا الأمر الأخير، هناك زكاة الفطر، فمن نسي أو انشغل أو فاتته فعنده عند جمهور أهل العلم أن يخرجها إلى غروب شمس هذا اليوم، تصح منه وإن أخر بلا سبب، فالجمهور على الكراهة. لكن زكاة الفطر واجبة، طهرة للصائم وطعمة للفقراء والمساكين. واليوم الحمد لله مع الوسائل الجمعيات عبر الهاتف تستطيع، كل من تجب عليك نفقته فيجب أن تزكي عنه، من زوجة أو طفل أو أخ تجب عليك نفقته أو أخت تجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. أحبتي في الله، نسأل الله أن يبارك لنا في هذا العيد وينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعيد الأعياد علينا ونحن بصحة وعافية، وأن يجعلنا وإياكم من العباد الصالحين الأولين إلى ربهم، وأن يجعلنا في كل عيد وفي كل عام أقرب إلى الله وأحب إلى الله، ومن زيادة صلاح إلى زيادة صلاح. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.